في كتاب اسمه 5 أشياء ندم عليها من رقدوا على سرير الموت. هو طويل شوية. الكتاب دوت قالك فيه ايه بقى؟ في ممرضة قالت ان معظم الناس اللي كانت على فراش الموت اتمنت وندمت على حاجة مهمة قوي، ان هم كانت السعادة في حياتهم مستنيين احداث كبيرة، انجاز عظيم، هدف ما حصلش يعملوه، وطول الوقت كانوا مستنيين ده اللي هو غالبا ما بيحصلش، ولو حصل بيحصل في اخر العمر. لكن كان نفسهم يحسوا بالسعادة في حاجات صغيرة قوي، في قعدة مع اولادهم، في لعبة بيلعبوها، في يعني حنية بينهم وبين زوجاتهم أو أزواجهم. حاجات بسيطة جدا بتحصل في الحياة وإحنا بنضيعها علشان مستنيين الحاجة الكبيرة اللي هتبسطنا. الحقيقة إن السعادة مش في الإنجازات الكبيرة والضخمة، السعادة في لحظات كتير إحنا بنعيشها، سواء أثناء اليوم أو أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر. لحظات بسيطة، يمكن أكلة بناكلها مع صديق لينا وبناخد وندي مع بعض لمدة نص ساعة. دي حاجات لو حسينا بيها وإحنا بنعملها واستشعرناها كويس هتبقى حياتنا كلها سعادة. عايزين تعرفوا باقي ال5 نقط؟ اقروها في اول كومنت واحفظوا الفيديو علشان ترجعوا له كل فترة تعرفوا ايه اللي ناقصكم.